لما شتم الملك بأنه يهودي والأسرة العلوية كلها يهودية وبالوثائق، والذي قال هذا الكلام ليس شخصا عاديا يستضاف في القناة الثامنة الأمازيغية. احنا درنا البلاغ ومشينا للمحكمة ورفعنا شكاية بحضور النقيب بن عمر وما أدراك ما بن عمر، الهرم والسفياني والجامعي إلى آخره، ونبيل منيب وحنا، وكان كتلة ماشي الإسلام السياسي، عنده عقدة من الإسلام السياسي دبي باسكو كونيكتي إمارات. مزيان رفعنا الدعوة، إلى الآن لم يتحرك شيء. رسول الله صهيوني، أختي أحلف على القرآن. إذا رسول الله صهيوني قالها وفد ديال جمعية شراكة اللي كيترأسها هذا الشريف اللي مصور مع الملك مرجاني السمير. تقول ليش ما نقولش الأسماء؟ غنقول الأسماء، اللي بغى يحاكم يحاكم. عندهم حق الرد، حق الرد ولا البغض ولا حتى الإعدام. بالمناسبة أنا رأسي مطلوب عند هؤلاء، صمت ليا. هذا مشى، هذا حتى هو من أصحاب إيدي كوهين، هذا مشى سام تعطيهم حق الرد. ها مع إيدي كوهين أسس مؤسسة إمارة المؤمنين قبل شهر الأبيو مع إمارة المؤمنين، وها هو كيتوشح في 2014 كخبير دولي. 2014 هذا شحال 11 عام. أنا كنسول التلفازة المغربية واللي سربوا للملك هذه الزيارة الأخيرة، هذه غير هذه شهر، وأسس مؤسسة إمارة المؤمنين. مزيان لما شتم رسول الله بحضوره وبرئيس الوفد يوسف الزهري، وقال جاكي كادوش مسؤول الطائفة اليهودية أن الذي جرى في إسرائيل بعلم وبركة الملك. تحرك صنايبي؟ أبدا. تحركت الجلقة المغربية ديال التمغربيت ماشي القناة ديالو التمغربيت التصهيونيت أبدا. لما المخابرات الإسرائيلية تجوب تراب المغرب وكتشكل عناصر وكتشكل خلايا تدعي أن الملك والدولة الملكية والأسرة العلوية محتلة للمغرب ويجب تحرير المغرب وبناء دولة تمازغة الكبرى على أنقاض الدولة العلوية، هل تحرك هؤلاء؟ ما سمعت لهمش هذيك الساعة. متقى عندي كلها راح نخليها لك هنايا. بل إن مهرجان تويزا اللي كيرأسوا اللي كيسيروا إلياس العمري وكانت فخور عمدة ديال طنجة، فرقة سميتها صغرو باند من تنغير ديال الأخ اللي كان فيها قيد، قال كان عندي المعلومة. جيد. فرقة صغرو باند عندها أغنية بالشلحة سميتها تبرتي أوباما، رسالة إلى أوباما 2016 2015. الرسالة مفادها وراها منشورة وفوق المنصة في طنجة. وشوف مياسر الحق اللافتة اللي في المهرجان تحت الرعاية السامية. شكون اللي سرب الرعاية السامية؟ المهرجان يدعو إلى تحرير الأمازيغ من الحكم العلوي. من؟ أنا كنطرح سؤال، تقول لي أنت ضد الملك، كتكره الملك. أنا مسؤول، أنا مواطن حر، كنطرح أسئلة مزعجة مؤلمة.